السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث عن الحب كأمر أو كغريزة إنسانية، بل هي غريزة حيوية، بل هي غريزة في كل شيء من مخلوقات الله عز وجل، حتى الجبال، لأنه جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن جبل أحد جبل يحبه النبي عليه الصلاة والسلام ويحب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نستطيع ولا يستطيع أي إنسان إنكار هذه الغريزة في كل كائن حي، والكل يعرف تماما أن الكائنات الحية من حيوانات أليفة تحب صاحبها وتأنس له، ولأن الحب إحدى الغرائز الإنسانية فهي تدل على ولاء الإنسان لمن يحب، وقد تصعد بهذا الولاء إلى الطاعة. فإذا نتكلم عن هذه الغريزة الجميلة في الإنسان، ولا يستطيع أي إنسان أن يقول أنا لا أحب أبدا، ولو كان أكثر الناس سادية وأكثر الناس بطشا، لا بد من شيء يحبه، أي حاجة يحب، لا بد من وجود الحب في حياته. نعم البغض موجود وكل شيء موجود من الأشياء المختلفة، لكن الحب لا بد أن يكون موجودا مهما بلغت قساوة ذلك الإنسان. طيب، لكن الحب عندنا نحن المسلمين يختلف، فلدينا حب عبادة ويتفرع منه شرك المحبة. شرك المحبة هو نوع من الشرك يحب فيه هذا الشخص شيئا حبا يصل إلى حد العبادة، بحيث أنه لو أمره بأي أمر أطاعه، ولو تناقض هذا الأمر بين طاعته لله عز وجل وطاعة هذا الذي يحبه قدم الذي يحبه على طاعته لله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل في شأن هذا الأمر في الحديث عن المؤمنين، قال والذين آمنوا أشد حبا لله. طيب، هل الله عز وجل يحب؟ نعم، ولكنه حب ذو علاقة بعزته وجلاله سبحانه وتعالى، لا نستطيع أن نعرف كنهه، إنما هذا الحب يقود من يحب إلى رضا الله عز وجل وإلى جنته وثوابه. ولذلك قال الله عز وجل في شأن من يصطفيهم لنفسه يحبهم ويحبونه. وأمرنا الله عز وجل أو ندبنا لحبه وعلمنا طريقة لهذا الحب، فقال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو دليل على حب الله تبارك وتعالى. أيضا أمر آخر هو أن حب ما سوى الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون له علاقة بحب الله عز وجل. فحبك للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل اصطفاه وأرسله وأمرك باتباعه عليه الصلاة والسلام، وحبك لصحبه صحب النبي عليه الصلاة والسلام وموالاتك لهم ومنافحتك عنهم لأن هؤلاء الصحب صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا لنا القرآن والسنة، وهكذا حبك لآله عليه الصلاة والسلام، فهم ذو علاقة بالرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام مات وهو عنهم راض، سواء كانوا أبناء عمومته من الهاشميين أو أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهن. وهنا سنأخذ نافذة قرآنية عجيبة في سورة طه الآية 17 وما بعدها. قال الله تبارك وتعالى في حواره مع موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى
قال ألقها يا موسى. نتوقف عند هذه 3 الآيات ونتلمس بعض دلائل الحب في هذه الآيات ال3. أولا من دلائل الحب أن الله تبارك وتعالى كرر اسم موسى في هذه الآيات، لما قال وما تلك بيمينك يا موسى، ولما قال ألقها يا موسى. وتكرار النداء دليل على الحب. فأنت عندما تجلس مع والله أكبر، يعني أجمل الحب وأعظمه أن يكون حب من هو أعلى منك إلى من هو أدنى، من الأعلى إلى الأدنى، لأنه ليس له مصلحة في هذا الحب. يمكن الأدنى له مصلحة، لكن الأعلى ما له مصلحة أن يحب هذا الأدنى أو الأقل. فالله عز وجل كرر هذا الاسم دليلا على حبه لموسى عليه السلام. ولو قلت في غير القرآن وجلست مع واحد من أصدقائك ولا أحد أبنائك أو هذا وتقول له يا فلان وتكرر كل شيء يا فلان يا فلان، سيلتفت إليك ويشعر بهذا الحب، ويشعر بأنك إنما كررت اسمه تحببا له. هذا الدليل الأول وهذه النافذة الأولى في هذا السياق. النافذة الثانية قال الله عز وجل وما تلك بيمينك. وما تلك بيمينك. جاء في تفسير ابن كثير أن بعض أهل العلم فسر هذا الخطاب بأنه نوع من أنواع الإيناس، والإيناس لا يكون إلا أحد أدلة الحب أو أحد أشكال الحب، أحد أدلة الحب أو أحد أشكال الحب. فالله تبارك وتعالى يعلم من حال موسى عليه السلام الذي خرج من مدين، والجو كان شديد البرودة، وكان الوقت ظلاما، وكان وحده هو مع زوجه، هو وزوجه، هو وأهله. يعني شوف، تخيل ما حد معك والدنيا ظلام وبرد، فجأة رأى نهرا، كان دار بينه وبين الله تبارك وتعالى حديث، كلمه الله عز وجل وآنسه، قال له وما تلك بيمينك. يعني إنه يعني أن هذا دليل على الإيناس، كما لو كنت أنت تتحدث مع شخص هو أقل منك درجة، تريد أن تكلفه بأمر مهم جدا جدا، لكن أحسست من حاله أنه خائف مضطرب، فتقول له هذا اللي في يدك وش هي؟ هذا اللي معك كيف طريقته؟ إيش هذا الجهاز؟ إيش؟ فأنت تريد أن تؤنسه، أنت ربما تعلم أكثر منه بهذا الجهاز أو بهذا الشيء الذي في يده، لكنك تريد أن تؤنسه. إذن الله عز وجل يعلم أن التي في يمين موسى هي عصا، لكنه يريد أن يؤنسه. طبعا قال أهل العلم وهم الأكثر أن هذا سؤال تقريري، أي أن الله عز وجل يقول أنت قلت إن التي في يمينك عصا فانظر ماذا سأفعل بها. الدليل الأخير على الإيناس، لأنه ما بقي وقت على الوقت التيك توكي معي، الدليل الأخير على الإيناس هو إطالة الحديث مع الله تبارك وتعالى. والإنسان عندما يدلل على الحب ولكن بطريقة لا شعورية يتحدث مع من يحب بإطالة، لأنه يحبه ويريد أن يبقى معه ويريده أن يسمعه ويريد أن يأنس بحديثه إليه، وهو يعلم أن الله عز وجل يسمع كل شيء. لكن وقد حدث حوار بينهما وكلام، فهو يريد أن يطيل معه الحديث ليسمع رد الله تبارك وتعالى. قال هي عصاي، كان يكفي أن يقول عصاي بس، لكن زاد هي. ثم جاء أيضا بالأشياء التي يستفيد منها الإنسان في هذه العصا، فهو لم يتحدث عن الله عز وجل سأله عن التي بيمينه، لكن لم يسأله عن خصائصها أو فوائدها. قال أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، يعني ينزل بها أوراق الشجر حتى تأكلها غنمه، ولي فيها مآرب أخرى. أمر مهم جدا، إذا رأيت إنسانا عندما تتحدث إليه يرد عليك 10 كلمات التي تقولها له مثلا بكلمة واحدة، فاعلم أنه لا يأنس لك، وبذلك ابتعد عنه حفاظا